مشوك محشي بالشيكولا مشكلط ومعسل يقطر بالبنه. شاركتو معكم العام اللي فات وقلتوا لي زينها عاوديه لنا هاد العيد على خاطر راهو داير حاله. وبرد الكاوكاو راح تخرجي حتى 30 حبه. وانا خيرت مونبوري لو برينتون اللي فيها دوبل امبالاج والقوام ديالها رائع. فيها الزبده اللي تخلي الكاطو تاعكم طري وهايل. حطيت لا مارغارين زدت عليها سكر غلاس وخلطتها مليح. زدت عليها زوج صفار بيض وخلط حتى تخلي البيض كامل في الزبده ديالها. تنحصلوا على هاد الكريمه وريحتها واش نقول لكم زبده. ضفت عليها كميه مليحه تاع الكاوكاو محمص ومرحي لا فاني لا لوفور وقرصه تاع الملح. ومن بعد بديت نضيف الفرينه بالعقل. ضفت كميه صغيره وبديت نخلط. ومن بعد كملت لميتها بيدي وانا نضيف الفرينه حتى تولي لي عجينه ما تلصقش في يدي وطريه. وقبل ما تكملوا تلموا العجينه ديالكم نحوا منها زوج مغارف يكون الخليط مازالو طري. ضيفوا عليه لافيتين كاوكاو وشوكولا لموه حتى يولي طري. ودرت كريات تاع 15 غرام درتهم في الكونجيلاتور حتى يبسوا. وزنت العجينه 30 غرام وتقدروا توزنوها 25 غرام راح تعطيكم حتى 30 حبه. حليت العجينه ديالي درت في قلبها كريات تاع الشوكولا وغلقت عليها مليح ودورتها حتى يولوا عندنا كريات الشكل ديالهم شباب كيما راكم تشوفوا. كملت كامل الكميه ومن بعد جوزتهم في بياض البيض ورمتهم في الكاوكاو اللي يكون محمص ومرحي خشين ماشي كيما رقيق. ومن بعد نحطهم في لي كيسات نديرهم في السنيوه ونطيبهم في الفوق على 170 درجه. شعلوا لهم يطيبوا من التحت حتى تشوفوهم صفاروا. ومن بعد حطوهم وشعلوا لهم من الفوق كي يتنفخوا ويتشقوا معناتها راهم واجدين. وكي تخرجوهم وهما سخونين ارموا عليهم العسل اللي يكون مخفف بالمزهر. ديروا غرفه ولا زوج باش يجوكم معسلين. ديروا لهم من الفوق شوكولا ولي سوريز. من زينها وصفه اليوم والكاطو بنتو في لو برينتون.